تخيل ان اكبر عدو لصحتك مش جاي من بره، ده عايش جواك. جدار كان المفروض يحميك بس فجأة بدأ ينهار وبيسرب سموم بتبوظ حياتك كلها. ليلى كانت دايرة على دكاترة الجلدية بقالها شهور، طفح جلدي ما بيخلصش ومزاجها اللي بيقلب في ثانية من غير سبب. كل ما تروح لدكتور يقول لها شوية توتر، اهدي وهتبقي كويسة. بس ليلى عارفة ان الموضوع مش مجرد توتر. اما كريم فده حكايه تانية، رياضي وبياكل صحي بس مفاصله دايما بتوجعه كانه عنده 70 سنه، وبطنه بتتنفخ بعد اي لقمه كانه بلا بالونه. الدكاتره قالوا له اجهاد ملاعب، بس كريم حاسس ان جسمه من جوه فيه حاجه غلط. السر ما كانش في الجلد ولا في المفاصل، السر كان في الجدار. جدار الامعاء الدقيقه هو حارس الامن بتاع جسمك، هو اللي بيقرر مين يدخل الدم ومين يخرج بره. الجدار ده سمكه خليه واحده بس، خيط رفيع بين الصحه والمرض. لما الجدار ده بيضعف ويبدا يسرب بتحصل الكارثه، جزيئات اكل مش مهضومه وسموم بكتيريه بتهرب وتدخل الدم. والجسم لما بيشوف الحاجات دي بيعلن حاله الطوارئ، التهاب شامل في كل حته. الالتهاب ده هو اللي كان بياكل في جلد ليلى ويبوظ مودها، وهو نفس الالتهاب اللي سكن في مفاصل كريم وعطل تركيزه. المرض ده اسمه ارتشاح الامعاء، ليكي جات، الحارس اللي ساب الباب مفتوح لكل الامراض. بس الخبر الحلو ان الجدار ده ينفع يتبني من تاني بشويه تعديلات في الاكل، نبعد عن السكر والمصنعات وندي جسمنا جلوتامين وشوربه عظام وبروبيوتيك، هترجع تقفل الباب في وش السموم دي تاني. ارتشاح الامعاء هو السبب المستخبي وراء نص امراضنا المناعيه والجلديه. جسمك مش محتاج كريمات ولا مسكنات، جسمك محتاج يرمم جدرانه من جوه. لو بتحسوا باعراض مش مفهومه قولوا لي في التعليقات، يمكن يكون جداركم هو اللي محتاج صيانه.